سبقني زميلي علي سطوف وشخصكم الكريم وبعض الزملاء إلى الوضع المعاشي، ولا أريد أن أتحدث به كثير، لكن أقول السياسة الاقتصادية والمالية في هذه الحكومة خاطئة. هذه السياسة أفقرت المواطن. كل بيانات الحكومة تقول أننا سنسعى إلى تحسين الوضع المعاشي، وكلما اتخذت الحكومة إجراءات كلما التعن أبو المواطن أكثر. اليوم خلينا نكون صادقين سيد الرئيس، الحكومة لا تسيطر على السوق. من تسيطر على السوق وهي السوق السوداء. تحدثنا مع السيد رئيس مجلس الوزراء في اللقاء الأول واقترحنا مقترحات، ومع السيد حاكم مصرف سوريا المركزي ومع الجهات الاقتصادية المسؤولة، لكن لا حياة لمن تنادي. التعنت بشكل دائم، وكلما زدنا تعنتا كلما دفع الفقير ثمن ذلك. أين الحكومة من ذلك؟ الناس راح تطلع من ثيابها. خلي الحكومة تحس والجهات. أنا بطلب من قيادتنا السياسية أن تدرس وضع هذا الفريق الاقتصادي. سياسته الاقتصادية غلط، يجب أن يتحمل المسؤولية أمام هذا الشعب العظيم. آلاف الشهداء تقدم والناس عم تموت جوع. والله العظيم سيد الرئيس في الشارع اللي عبينا فيه مازوت 60% سكرت ابوابها وما قدرت تعبي مازوت لانه ما معها. منين الناس بدها تعبي مازوت؟ ما معها. سعر ال 100 لتر 14,000 او 200 لتر مشكوره وزاره النفط حبت بحمص 200 لتر. معناه 20,000 ما حدا معه عبي. انا عضو مجلس الشعب اقسم بالله اتدينت من جيراني وعبيت. سيد الرئيس انا لا اريد ان اطيل، سيد الرئيس العجيب يعني معلش، بيوت تهدمت وبيوت محروقه واهاليها من 4 سنين ما بيعرفوا عنا شيء. بنتفاجئ اليوم بانه كهرباء بدك تدفع كهرباء وبدك تدفع مي وبدك تدفع موعد، ولك طيب حمص القديمه كلها راحت يا محروقه يا محدوده. بتجي على المواطن بتقول له بدي مي وكهرباء ومثقفات. والله مثل ما بيقول الواحد لازم يستحي شوي ويقدر شوي، لا يمت يعني الواحد بده يضل ساكت وما يعرف شو عم تشتغلوا كحكومه.